النهارده هنشوف ريدمي نوت 13 هل فعلا بيقدم لك اعلى امكانيات واحسن خامات قصاد السعر بتاعه ولا لا، وهنعرف السعر الرسمي بتاعه في مصر عامل كام. تابعنا لحد اخر الفيديو عشان تستفيد وتعرف كل المعلومات المتاحه عن ريدمي نوت 13. تعالوا نبص سريعا كده على التصميم الخارجي. اي موبايل انت بتمسكه لاول مره اكتر حاجه بتلفت نظرك التصميم الخارجي والخامه. وطبعا هنا ريدمي قالت ان هي بتعمل تصميم زجاجي، بس ما قالتش ان هو زجاج، وهم عندهم حق فعلا، هو مش زجاج، هو عباره عن بلاستيك ولكن عليه طبقه من الازاز. بس هو الانطباع الاول ان هي بيترك بصمات زي ما انتم شايفين، يعني بيتعكي بسهوله جدا، فهتضطر ان انت كل شويه تفضل ماسك كده منديل وتفضل تمسح فيه وتلمعه، وبعد ما تلمعه فعلا هتقدر تستمتع بالشكل بتاعه اللي فعلا بيوحلك ان هو اساسي. الكاميرات بارزه بشكل كبير جدا زي ما انتم شايفين بعدسات كبيره، وطبعا واضح الاتساع الموجود في العدسات نفسها. 3 كاميرات، وعندك الفلاش، حتى الفلاش نفسه بقى بارز، ما كانش طبعا بيبقى بارز بالمنظر ده. الواجهه الاماميه عندك انت الشاشه بسم الله ما شاء الله جميله جدا لان هي اموليد، فطبعا الالوان واضحه جدا وجميله ازاي، والبيزل بتاع الشاشه محترم جدا، يعني يعتبر من احسن الشاشات اللي شاومي عملتها في الفئه دي. السمك بتاع الموبايل محترم قوي 7.6 ملم. من الحاجات برضو اللي بتميز الريدمي نوت 13 ان هو اخد شهاده مقاومه الخدوش ومقاومه الاتربه والميه الاي بي 54. المنفذ بتاع السماعات اللي للاسف اختفى من الفئه المتوسطه في شركات تانية متوفر هنا في الريدمي الحمد لله. عندنا هنا في سبيكر اضافي، وعندنا مايك اضافي، وعندنا كمان الريموت بتاع شاومي اللي احنا دايما متعودين فيه، موجود من زمن في الفئه بتاعه شاومي العاليه والمتوسطه والاقل من المتوسطه كمان. من اكتر حاجات اللي بتدعم الموبايل دوت في المنافسه في السوق بتاع السعر ده ان هو سناب دراجون 685 ثماني النواه ماكس 2.8 جيجا هرتز السرعه بتاعته. وعندك طبعا في فيرتشوال ميموري 4 جيجا تضاف لل 8 جيجا الرام، ده طبعا هيساهم ان الموبايل يبقى اسرع معاك ويفتح تطبيقات اكتر في الخلفيه. والشاشه بتدعم ال 120 هرتز حلوه قوي، يعني مخليه الشاشه كده فيها مرونه كبيره جدا في الاستخدام. انا اول مره اعجب بالوان شاشه في شركه شاومي في السعر ده، بجد الاموليد عامل فرق كبير جدا في الالوان، كثافه الالوان عاليه ومخليه شكل الموبايل جميل. الكاميرا الاماميه برضو زي ما قلنا الخلفيه 108 ميجا بكسل، الكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل، وكده كعاده شاومي ان هي ما بتهتمش قوي بالكاميرا الاماميه، ولكن المعالج نفسه السناب دراجون هيخلي ال 16 ميجا بكسل تديك اداء محترم. لسه برضه هنجربها ونقول لكم. من اكتر بقى المميزات اللي شركه شاومي فرحانه بيها جدا، وانا طبعا انا بحبها جدا في شركه شاومي عامه، الشاحن ال 33 واط. شركه شاومي دايما ما بتبخلش علينا في الشواحن، بيحط لك شاحن في العلبه، بيحط لك الكابل بتاع الشاحن كمان في العلبه. مش اغلب الشركات دلوقتي بيحط لك الكابل بس ويقول لك انت مع نفسك اتعامل بقى. البطاريه بتيجي بقدره 5000 ملي امبير، ده طبعا ال 5000 ملي امبير حلو جدا على الحجم بتاع الموبايل ده وامكانياته، مع الميكس بتاع 33 واط يعني هيشحن في وقت كويس جدا على فكرة، وأسرع من شركات تانية كتير. البصمة بتاعت الشاشة ما شاء الله سريعة جدا. لا الأداء بتاعها يا جماعة محترم قوي. هي طبعا اوبتيكال، فالأداء بالنسبة للسنسور الأوبتيكال عالي جدا ما شاء الله. زي ما انتم شايفين لا البصمة عالية بشكل خرافي، أسرع بصمة في الفئة المتوسطة جربتها. شايفين سرعة البصمة بتاعتها عاملة ازاي؟ ده الوضع بتاع ال 108 ميجا بكسل، زي ما انتم شايفين مفيش فيه زوم خالص غير الوضعين دول الواحد والتلاتة. شايف ان الالوان ما شاء الله بتاعت الكاميرا جميلة جدا ومحسنة كمان جو الاضاءة، لان الاضاءة عندي هنا مش احسن حاجة، ولكن زي ما انتم شايفين الاضاءة عاملة ازاي في الصورة حلوة قوي. ال 108 ميجا بكسل عالية جدا يا جماعة. المعالجة بتاعت الصور بسبب السناب دراجون على فكرة محترمة قوي. في طبعا وضع البورتريه، وفي وضع النايت مود، وفي اوضاع تانية موجودة الشورت فيديو والسلو موشن والبانوراما والحاجات اللي احنا متعودين عليها، ووضع البرو طبعا تقدر انت تتحكم في كل حاجة في الكاميرا بتاعتك. عندنا هنا في وضع الفيديو مفيش دقات كبيرة موجودة غير ال 1080 وال 720 فول اتش دي 30 فريم بس. النسخة الأولى نزلت 128 جيجا و6 جيجا رام، السعر بتاعها كان 8700 تقريبا. النسخة 128 و8 جيجا رام نزلت ب 9300، والنسخة اللي معانا ال 256 و8 جيجا رام نزلت ب 10000 جنيه. السعر بتاعها يعتبر في ظل الأسعار اللي موجودة دلوقتي والخامات، شايف ان السعر بتاعه يعني هنقدر نقول ان هو من الأسعار المحترمة في الهواتف المتوسطة. لو قارنته بأي حاجة تانية هتلاقي ان هو يعتبر بيقدم لك إمكانيات كويسة قصاد السعر.
هو طبعا اللي مساهم ان سعره قليل ان هو صنع في مصر. شاومي بتعلي كمان على منافسين وحطت لك باك كفر محترم كده، الخامه بتاعته من السيليكون اللطيف، الكاميرات مش بارزه فمحافظ على الموبايل وفي نفس الوقت شكله حلو وانت ماسكه في ايدك. الموبايل يا جماعه محترم، وانا شايف انه الوهله الاولى وكخامته وكشكل يستاهل السعر بتاعه، ولكن طبعا التجربه المفصله هتقول لنا بقى الاداء بتاعه عامل ازاي. تابعنا ان شاء الله في القناه عشان ننزل لك كل جديد الايام الجايه. شكرا على المتابعه، سلام عليكم.